أهلين، وحشتوني كتير. تعرفوا إنه أحيانا المشكلة بتكون كبيرة وأحيانا المشكلة بتكون صغيرة، بس لما الحارة كلها تتخانق بسبب كيس زبالة واحد، هون بتعرفوا إن اليوم راح يكون طويل جدا. ياي، شو هاد؟ ليش عم تصرخي؟ تعي شوفي. يا الله، شنو السالفة؟ شوف الشارع. استغفر الله. خير، انظري. مين عمل هيك؟ اكيد مو انا. ولا انا لسه طالعة من البيت. يعني في مجرم بالحارة. ترى لازم نعرف من السبب. ايه، شلون؟ نحقق. يا سلام، بلشنا. من هسه انا المحقق علي، وانا المساعدة ميلا. وانا شو؟ المشتبه به رقم 1. ليش هيك حسيت؟ خير، تحقيق رسمي على شو؟ في زبالة بالشارع، نظفوها. مو هيك، بدنا نعرف مين رماها. أول سؤال، مين آخر واحد كان بالشارع امبارح؟ يمكن لانا. كنت أتمشى بس. ملاحظة مهمة. وقف. شو؟ أين كنت البارحة الساعة 7؟ بالبيت. عندك شهود؟ شو؟ وصلتوا لشي؟ لا، بس صار عنا 14 مشتبه فيه، يعني في نص الحارة. شو عم تعملوا؟ تحقيق. والزبالة بعدنا ما نظفناها، يعني بدل ما تنظفوها قاعدين تحققوا. بصراحة معها حق. ايه والله، بس بدنا نعرف السبب. طيب وإذا عرفتوا؟ ما فكرنا. عندي فكرة. شو؟ ايش؟ ننظف الشارع بالأول وبعدين نكمل التحقيق. هاي أول فكرة ذكية اليوم. يا جماعة، لقيت شي غريب. شنو؟ جورب. شو الغريب بميلا؟ فردة واحدة. وأنا لقيت 8 علب عصير. وأنا لقيت 12 ورقة. وأنا لقيت كيس فشار. واو، صار أحلى بكتير. صدق، كأنه يعني شارع جديد. عامل النظافة جاي. الله يعطيكم العافية. شكرا. أنا كل يوم بنظف هون، بس الناس بترجع توسخ. كل يوم؟ ايه، يعني يتعب وترجع الزبالة؟ للأسف. بصراحة ما فكرنا بهالشي. ايه، ترى مو حلو. إذا كل واحد رمى شي بسيط الشارع كله بيتوسخ. يعني المشكلة مو شخص واحد؟ أحيانا لا، يعني كل واحد يرمي شوي وتصير هاي الفوضى. بالضبط. طيب،
شنو؟ نلغي التحقيق. ليش؟ لأنه اكتشفنا المجرم. مين؟ 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 الإهمال. اليوم كنا بدنا نعرف مين رمى الزبالة، وطلع إن المشكلة أكبر من شخص واحد. تعلمنا إن الشارع النظيف مسؤولية الجميع، وإن عامل النظافة يساعدنا، لكن مو المفروض نعتمد عليه بكل شي. بس يا ترى شو كانت القيمة المخباية بهالحلقة؟ المحافظة على النظافة، أو احترام تعب الآخرين، ولا تحمل المسؤولية؟ اكتبوا لنا بالتعليقات لو كنتوا معنا بالحارة شو أول شي كنتوا راح تنظفوه. أنا لانا، وهيدي كانت حكاية جديدة من حكايات لانا الشامية. بشوفكم بالحكاية الجاية. باي باي.